السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا في واحد الموضوع. كيف كتشوفوا في العنوان غادي نهضروا على الخوف من مواجهه الناس. في نظركم شنو اللي كيخلي الناس يتصدم، كيخلي الانسان عفوا يتصدم بالحق ديالو، كيتادى من عند الناس، ما كيخليهم يديروا ليه وما كيقدرش يواجه او يهضر على راسو او على الحق ديالو. كاين بزاف ديال الناس كتخلي الانسان في واحد لا سيتياسيون دو بلوكاج، يعني يقدر يتاذى ويتظلم من عند الناس ولكن ما يقدرش يدافع على راسو او يجاوب، وكيخلي داكشي لداخل عنده كيبقى يتحك ويتفرك لداخل، وداكشي عنده كيتراكم وما كيخرجوش للناس اللي دايرين به. ممكن يكونوا في الخدمه، العائله، صحابات، مع الناس اون جينيرال. دونك شنو هما الاسباب اللي كيخليو داك الانسان ما يخرجش داكشي اللي عنده لداخل؟ في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا الاسباب وغادي نشوفوا الحل وكيفاش نتجاوزوا هاد الخوف وكيفاش نتعلموا اننا نواجهوا الناس. دونك بالنسبه للاسباب كاين بزاف ديال الاسباب، منها ما هو راجع الى الطفوله ديال داك الانسان. كيفاش كان صغير؟ واش فاش كان صغير كان فاش كان كيهضر كنتو كتعطيو قيمه لداكشي اللي كان كيقول ولا كتقمع انت غير سكت راك غير برهوش؟ فاش كيهضروا الناس الكبار الصغار كيسكتوا، دونك اشاك فوا فاش كيهضر داك الوليد او البنيته كتقمعوا، فما كيبقاش باغي يهضر مره اخرى خوفا من رده الفعل ديال المحيط ديالهم، كسوا الوالدين كسوا الصحاب او الخوت او المعلم. المهم كاين بزاف ديال الاسباب في الطفوله ديال الانسان اللي كيهضر فيها وكيتقمع، مره الاولى مره الثانيه مره الثالثه مره الرابعه، فكيولي عنده خوف من انه يهضر وانه يواجه، وهذا الشيء اللي كيخلي الانسان يولي عنده واحد المشكل ديال ما يقدرش يواجه الناس. هذه وحده من الاسباب. وممكن يكون عاوتاني غير فكره اننا كنانستاليو في راسهم هما صغيورين، كنانستاليو ديك المقوله ديال اللهم نبات مظلوم او لا نبات ظالم. غادي تلصق ليه في راسو، غتلصق ليه في دماغه ديال انني خصني نبقى مظلوم وما نكونش ظالم. كيمشي بها في حياته كامله، اللهم نبات مظلوم اولا نبات ظالم. كيولي يقول ما كاينلاش ندافع على راسي، ما كاينلاش نهضر مع الناس، ما كاينلاش ناخذ الحق ديالي، اللهم نسكت، اللي ظلمني ماشي مشكل. دونك واحد من هاد الاسباب اللي كيخلي الانسان ما قادرش يواجه الناس ولا يدافع على راسهم، وكتعدد الاسباب اللي كتكون راجعه. كاين بزاف ديال الاسباب عاوتاني ماشي ضروري انها تكون راجعه للطفوله. ممكن تكون الطفوله ديالك دوزتيها مزيان اليز مزيانه بخير، ولكن فاش كبرتي يقدر يكون تعرضتي لواحد التجربه كانت خايبه اللي دافعتي فيها على حقك ويقدر تاديتي فيها. هنا الدماغ كيتبازا على اخر تجربه درتي وكيولي يقول لك ما كاينلاش تهضر على حقك، راه الا هضرتي غادي يرجع لك بحال اخر مره، فاللهم اسكت واللي خاف نجا. وهذه ممكن تكون السبب اللي خلاته ما يبقاش يهضر على حقه. دونك ماشي بالضروري السبب يكون راجع للطفوله، فكاين بزاف ديال الاسباب اللي كيخليو الانسان ما يقدرش يدافع على راسو وما كيقدرش يواجه. دونك شنو هو الحل؟ هنايا هضرنا على بعض الاسباب اللي جايه من الطفوله وبعض الاسباب اللي تكبرنا وجابت لنا التجارب. دونك شنو هو الحل؟ كنلقاو بزاف ديال الاخصائيين وبزاف ديال لي كوتش كيقول لك خاصك تواجه المشكل ديالك. دونك خاص اي حاجه كنخافوا منها غادي خصنا نواجهوها. هذه غير اون بارتي من العلاج. كنهضروا على العلاج السلوكي المعرفي. السلوكي هو كومبورطمون اللي كندير كنعالج به راسي، هو المواجهه من الخوف. هذا السلوك كنديرو انني كنواجه واحد الخوف، هذا سلوك. دونك يقدر نعالج به راسي ويقدر تكون غير اون بارتي دو لو سيليسيون، جانب من الحل. الا قلنا جانب دونك ممكن تخدم ليك وما تخدمش ليا، ممكن تخدم ليا وما تخدمش لناس اخرين. بارفوا ممكن يحمينا داك الخوف، مثلا كار جاي، رموك جاي، طوبيس جاي، غادي نشوفو غادي نهرب، ماشي غادي نبقى قدامه. دونك شنو اللي خلاني نهرب؟ سي لا بورت. انا في واحد سانكيوم ايطاج، كل ما كانش الخوف غادي ننقز عادي. دونك الخوف عنده واحد الوظيفه. الخوف ماشي ديما خايب، ولكن بعض المرات كيولي خوف مرضي، وداك الخوف المرضي هو اللي خاصنا نعالجوه. يعني باش نعالجوا داك الخوف المرضي كنرجعوا داك الانسان الحاجات اللي خلات داك الخوف يتكون منين جا، وكنعالجوا داك النقطه اولا داك المصدر باش ما يبقاش داك الخوف. وفاش ما كيبقاش داك الخوف يقدر يواجه ويقدر يرجع الانسان عنده شخصيه متوازنه، لان حيدنا بزاف ديال المخاوف اللي كانت عنده. والاغلبيه ديال الحالات اللي كنلقاو كيكون الخوف هو مصدر ديال بزاف ديال المشاكل. كل واحد عنده الخوف من شي حاجه، وفاش كنعالجوا داك الخوف كيرجع الانسان الحياه ديالو الطبيعيه. دونك ما كاينش حل واحد يقدر مثلا نعطيك سوليسيون تخدم لواحد وما تخدمش لواحد اخر. تقدر تخدم لي انا وما تخدمش لك انت. يقدر نقول لواحد الانسان سير واجه وتخدم ليه، واحد اخر يواجه وما تخدمش ليه اولا ما يقدرش يواجه كاع. دونك كيبقى سيدوكا باكا، وكل انسان كنتعاملوا معاه على الحاله ديالو. دونك المواجهه مزيانه ولكن ما كتكونش ديما الحل سليم. كيكونوا شي حويجات اخرين خاصنا نرجعوا ليهم ونحيدوا عليهم ديك الغبار ديالهم ونيطوييهم. ديك الساعه عاد ممكن الانسان يرجع ويواجه ويرجع للطبيعه ديالو ويرجع للحياه ديالو. دونك وصلنا لنهايه لا فيديو، نتمنى ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه ولو شويه. اول فيديو دي فيديو بصفه عامه هما راه غير تحفيز، غير واحد شويه باش ان الانسان كيعرف شنو هو السبب وكيعرف كيفاش يقدر يبدا يعالج. ولكن اي مرض
أولا أي حاجة كيف ما بغات تكون كنستشيروا أهل العلم وكنشوفوا أخصائيين فيها هما اللي يقدروا يساعدونا، ما ناخدوش من التجارب ديال الناس، يقدر تكون هما نجحت ليهم حنا ما نجحت ليناش، ويقدر كاين مثلًا أنا التجربة ديالي راه ماشي هي ديالك، ما تاخذش داك الشيء اللي داز عليَّ أنا، أنا وقعت لي واحد الحاجة ولكن راه خفيف على داك الشيء اللي وقع لك، دونك أنا التجارب اللي درت يقدر ما يصدقولكش نتايا. فأي واحد وقعت ليه شي حاجة يمشي عند أهل الاختصاص، ما يبقاش يخربق. بعض المرات كنبقاو غير كنجربوا في راسنا حتى كنوليو في واحد المشاكل اللي لا يُحمد عقباها كيف تنقولوا. ونتمنى إن شاء الله تكونوا بخير، ونشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد بصحة وعافية، وإن شاء الله تكونوا بخير. واكتبوا لي في الكومنتير شنو الموضوع اللي بغيتونا نهضروا عليه مرة أخرى إن شاء الله. ما تنسوناش بلي لايك، لي كومنتير وabonner. باي باي.